السلام عليكم يا ماما. ازيك يا ماما؟ عامله ايه؟ وحشتني خالص يا ماما، وحشتني كتير قوي من المدرسه النهارده يا ماما. طول النهار بفكر فيكي وبفكر هتعملي اكل ايه. وعليكم السلام يا باربي يا غلبويه. طب اصبري لما ترتاحي الاول. ادخلي غيري هدومك. حاضر حاضر يا ماما، حاضر حاضر يا ماما. يا دي القرف، لسه هدخل اعمل الواجب ولسه هحفظ الكلمات بتاعه الانجليش ولسه حاجات كتير قوي. اكل ايه ده؟ انا لسه ورايا حاجات كتير. وبعدين انا دايما باجي من المدرسه اروق اوضتي وبعدين ادخل اخد شاور وبعدين اعمل سكين كير. وشي باظ، بصوا عامل ازاي، بصوا ده منظر وشي ده مش معقول. يلا بقى امري لله. يا على المذاكره المقرفه دي، الواحد مش فاهم حاجه في اي حاجه خالص. باربي باربي، يا بنت يا باربي. ايوه يا ماما ايوه. ايه ده يا بنت؟ دي منظر مذاكره؟ في حد يعمل كده؟ في حد ينام النومه دي ويقعد يذاكر وهو نايم على السرير؟ ايوه يا ماما، في حد بيعمل كده. هو انا باربي يا ماما، بعمل كل الحاجات الغريبه اللي في الدنيا. ومالك يا بنت مبحلقه في الكتاب كده ليه؟ انت فاكره ان انت لما بحلقي فيها هتفهمي منه حاجه؟ يا ماما انا طبيعتي كده في المذاكره يا ماما، انت زعلانه ليه؟ وبعدين انا مبحلقه في الكتاب عشان ما انامش يا ماما. انت مش فاهمه حاجه يا ماما، انا عايزه انام. هاكل لسه وهاخد شاور واعمل سكين كير عشان وشي باظ يا ماما. سكين كير ايه يا مدهوله انت شكلك ولا فاهمه حاجه في اي حاجه في الدنيا. يلا قومي عشان حضرت الغدا. هتقولي هنا يا ماما، انا هاكل هنا يا ماما بقى. روحي بقى، انت تعبه نفسك ليه معايا؟ يلا يا ماما، ورايا حاجات كتير ما حفظتهاش في الانجليش يا ماما، حرام عليكي هيسمعنا بكره الكلمات. براحتك اتفلقي، اللي ياكل على ضرسه ينفع نفسه. خلاص يا ماما خلاص، براحتك انت كمان، مش عايزه منك حاجه يا ماما، مش عايزه. الحمد لله خلاص خلصت كل الكلمات. هروح بقى اخد الشاور واكل لقمه وبعدين اروح اعمل سكين كير. ده انا جايبه كريم المره دي يا سلام، بيقولوا جميل جدا، هينضف البشره من كل الحاجات اللي فيها التراب بتاع الاسبوع بتاع المدرسه والبقع السوداء اللي بتطلع في الوش، الروس السوداء انتوا عارفين. الحمد لله اخيرا نضفت وبقى ريحتي حلوه. اول مره في حياتي كده احس ان انا فريش خالص. اديني غسلت اسناني، هروح بقى اكل لقمه اعمل سكين كير. بقالي اسبوع مستنيه اليوم الجميل ده. يا سلام يا سلام على النظافه، يا سلام. ايه ده؟ يا الحمد لله خلاص خلصت. هم قالوا، انا اتفرجت على حاجات كتير على فكره، عايزه اديكم معلومات حلوه زي اللي خدتها. تيجي من المدرسه تعملي الواجب وتخلصي كل اللي وراكي عشان تخلصي كل الهموم وترميها ورا ظهرك. وبعدين ناخد شاور حلو زي اللي انا خدته كده، وبعدين نعمل سكين كير بالكريمات والحاجات اللي انا حاطاها في وشي. شوفوا وشي عامل ازاي، طبعا مستنيه زيكم النتيجه المبهره. وبشرب العصير الفريش بتاعي واكل الاكل بتاعي ومعايا ازازه ميه. كل ده طبعا هم قالوا السوائل حلوه جدا عشان البشره. وشي باظ خالص يا جماعه من ساعه ما رحت المدرسه، وشي اتضرب واتبهدل خالص. بشرب عصاير كتير وبشرب ميه كتير وباكل بروتينات زي ما انتم شايفين. يلا بقى دلوقتي اشرب العصير واخلص عشان امسح اللي على وشي ده عشان نشوف نتيجته ايه. يا اخيرا الحمد لله كده بقى خلصت. ايه رايكم في بشرتي حلوه ولا ايه؟ بصوا عامله ازاي. ده طبعا الفستان الجديد بتاعي اللي ماما جابته لي الاسبوع اللي فات، ودي توجه انا اشتريتها. حبيت اشتريها يعني حاجه مقربه لنفس لون الفستان. ايه رايكم بقى؟ جميله جدا. كده انا الحمد لله خلصت كل اللي ورايا وصليت الحمد لله، صليت العصر وصليت المغرب، ودلوقتي العشاء قربت تاذن هصلي وبعدين هقعد شويه كده مع نفسي اشوف ايه اللي فاضل لي بقى عشان ما خلصتوش عشان اعمله. دلوقتي هقعد شويه على النت هتفرج اشوف الدنيا حصل فيها ايه، واشوف كمان سكين كيت تاني وتالت ورابع عشان كل اسبوع هعمل طريقه تحفه وهقول لكم عليها. يلا بينا دلوقتي. باربي باربي باربي. ايوه يا تشيلسي عايزه ايه؟ يا باربي مش انت كل يوم في نفس مواعيدي بتحكي لي حدوته؟ ما يلا بقى، انت نسيتي ولا ايه؟ لا صح ما نسيتش. ايوه ده من ضمن الروتين المسائي بتاعي يا جماعه، لازم احكي كل يوم لتشيلسي حدوته قبل ما تنام. فطبعا دي مواعيد الحدوته بتاعتها، وهي طبعا حافظه المواعيد كويس جدا. يا مكان ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. كان في مره دبه كبيره الناس لقيوها في الشارع ولقيت اطفال صغيرين بيلعبوا في الشارع ولسه هتهجم عليهم. ايه ده؟ دي تشيلسي نامت. مفيش فايده، كل يوم ابدا الحكايه وما اعرفش انهيها. حدوته الدبه الكبيره دي بقالي شهر عايزه احكيها لها وهي بتنام في اول الحكايه. يلا بقى يا تشيلسي تصبحي على خير يا حبيبتي. وكده يا اصحابي بكون خلصت روتيني المسائي بتاع كل يوم. يلا باي باي، تصبحوا على خير.